والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طيب، مر معنا في درس الأمس مسألة الوضوء والصلاة. متى فرض الوضوء في مكة أو في المدينة؟ في مكة لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إلا بوضوء. هذا بالإجماع، كما نقل ذلك ابن عبد البر وغيره. ونقل ذلك ابن عبد البر وغيره، قال: معلوم عند جميع أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ افترضت عليه الصلاة بمكة لم يصلي إلا بوضوء مثل وضوئنا اليوم. قالوا: هذا ما لا يجهله عالم ولا يدفعه إلا معاند. والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة. ذكرنا خلاف في الصلاة، كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قبل فرض الصلوات الخمس. وأيضا مما مر معنا رمي الجن. متى كان رمي الجن؟ بعد كم من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم أيام؟ بعد كم أيام رميت الجن بالشهب من مبعث؟ بعد كم أيام من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم رميت الجن بالشهب؟ بعد 20 يوم. بعد 20 يوم، ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجن نجوم هائلة. وأيضا مر معنا بداية الدعوة، بداية الجهر بالدعوة. كان في السنة كم دعا النبي صلى الله عليه وسلم سرا؟ كم أعوام؟ كم سنين؟ 3 سنين. ثم بعد ذلك أمر بالجهر بالدعوة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأربع من النساء 12 من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في 5 عام، وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام، 3 هم و80 رجل، ومعهم جماعة حتى كمل، وهن 10 و8 قد أسلم في السادس حمزة الأسد. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات هجرة الصحابة إلى الحبشة، هجرة الصحابة إلى الحبشة، وإسلام حمزة ابن عبد المطلب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم وخير أعمامه، وهو أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وليس له عقبة، ليس له أولاد، رضي الله عنه وأرضاه. قال: وأربع من النساء
و12 من الرجال الصحب كل قد هجر. هذه الهجرة الأولى. الهجرة الأولى كان عدد من هاجر 4 من النساء، وهن رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسهلة بنت سهيل، وأم سلمة، وليلى العدوية. 12 من الرجال، 12 رجلا الصحب، أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل قد هجر أي هاجروا، وذلك بسبب تضييق المشركين عليهم، وأذيتهم. فقد جاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، يعني يؤذون ويضيق عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه ومن عمه أبي طالب، فقد كان يحميه ويدافع عنه، فلا يستطيع يعني الكفار أن يؤذوه. قال: لا يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه، أي من الأذية والتعذيب، السب والشتم وغير ذلك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. قالت: فخرجنا إليها أرسالا، أي مجموعة حتى اجتمعنا بها، فنزلنا بخير دار إلى خير جار، أمنا على ديننا ولم نخشى منه ظلما. هذا جاء عن أم سلمة رضي الله عنها. طيب، قال: إلى بلاد الحبش، كانت هجرتهم إلى بلاد الحبشة، هي يعني الآن تسمى يعني جهة يعني اثيوبيا وإريتريا، في يعني في قارة إفريقيا، هي قريبة من اليمن على يعني البحر بينها وبين يعني اليمن ويعني بلاد السعودية البحر، يسمى البحر الأحمر. وكانت هذه الهجرة في السنة 5 من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في شهر رجب. قال المؤلف: إلى بلاد الحبش في 5 عام، وفيه عادوا، أي رجعوا إلى مكة، وذلك بسبب أنه وصلهم خبر أن قريش قد آمنت، فرجعوا إلى مكة. وكان ذلك الرجوع في شوال، لأنهم مكثوا 3 أشهر، نحو 3 أشهر. فلما قربوا إلى مكة عرفوا أن الخبر كذب ولم تؤمن قريش، فمنهم من دخل مكة ومنهم من لم يدخل مكة ورجع إلى يعني بلاد الحبشة. فهذه هي الهجرة الأولى. والهجرة الثانية رجعوا في نفس السنة،
في نفس السنة. قال وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام، أي لا يلامون على ذلك، لا يلامون في عودتهم. وكما ذكر يعني الشراح هذه زيادة وزن لإكمال البيت. وكانوا في هذه الهجرة وهي الهجرة الثانية عددهم قال 83 رجل، عددهم 83 رجل. كم في لغتكم؟ لبن 3 لا 3 لبن 3 لبن 3 83 رجل، ومعهم جماعة حتى كمل، أي ومعهم أبناؤهم، ما حسب الصغار أبناؤهم حتى كمل العدد إلى 100، حتى كمل العدد إلى 100 مع الأبناء. هم 83 رجل مع الأبناء يعني وصلوا إلى 100. وهن 10، أي النساء، وهن 10، قيل 10 من نساء قريش، وقيل 11، و8 قيل 8 نسوة يعني من غير قريش، وقيل 7، إذن 18 امرأة، 18 امرأة. ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد، أي في العام السادس أسلم حمزة، أسلم حمزة ابن عبد المطلب، ابن عبد المطلب. ويعني هذا يعني هو عليه أكثر أهل السير، قول كثير من أهل السير، وإلا يعني قيل أنه أسلم في السنة الثانية رضي الله عنه وأرضاه. قال ثم أسلم في السادس حمزة الأسد، أي أسد الله، لقب بأسد الله، لقب هذا اللقب لحمزة ابن عبد المطلب، كما لقب خالد بن الوليد بسيف الله، وأبو عبيدة ابن الجراح بأمين هذه الأمة، بأمين هذه الأمة. جاء في يعني عن ابن عباس يعني جمع يعني هؤلاء الثلاثة، يعني حمزة خالد بن الوليد سيف الله وسيف رسوله، وحمزة أسد الله وأسد رسوله، وأبو عبيدة بن الجراح أمين الله وأمين رسوله. لكن بهذا ضعيف، لكن جاءت أحاديث أخرى بتسمية خالد سيف الله المسلول على المشركين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك في غزوة مؤتة، عندما يعني أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيش فأمر عليهم يعني زيد بن ثابت، ثم قال يأخذ يعني بعده جعفر، ثم عبد الله ابن رواحة، وقتل هؤلاء كلهم يأخذ الراية. ثم أخذ الراية خالد بن الوليد رضي الله عنهم أجمعين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الراية خالد سيف الله المسلول على المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي عبيدة هو أمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة، أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما يعني حمزة فذكر يعني ذكر عنه أنه لما كان في يوم بدر في غزوة بدر، وخرج عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة،
فخرج إليهم حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث، فبرز شيبة لحمزة فقال له شيبة: من أنت؟ فقال: أنا أسد الله وأسد رسوله. قال: أنا أسد الله وأسد رسوله. وكان أيضا يقاتل حمزة في يوم أحد قبل مقتله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: أنا أسد الله. فهذا لقب لحمزة بن عبد المطلب. ويعني سيأتي معنا أنه قتل رضي الله عنه وأرضاه في غزوة أحد. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.